الله ما شاء الله. شايفين ما شاء الله التتبيلة والردة مع الدقيق مع النشا، ما شاء الله مخلينها ماسكة نفسها كده، والغلاف الخارجي بتاعها ما شاء الله. بصوا انا حمرت خلاص كل الكمية بتاعت الكبدة بتاعتنا، هو حوالي نص كيلو. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، الغلاف الخارجي بتاعها زي الفل، ولا فك ولا اي حاجة، ومش شاربة زيت ولا اي حاجة. دول حوالي نص كيلو يعني. والمقادير لنص كيلو بس. حطها في سلطة الطحينة. بصوا الجمال. اخر جمال واخر حلاوة، ومستوية من جوه وزي الفل، روعة 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 روعة. تعالوا ذوقوا طبيخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناتي، قناة نانا هوم. يا رب دايما تكونوا بخير في داخل مصر وخارج مصر. النهاردة هنعمل مع بعض هنعمل مع بعض الكبدة اللي بالردة. طبعا لما بتيجي تشتريها من المحلات برا بتلاقيها بسعر عالي، وهي مكوناتها بسيطة وطريقتها بسيطة وكل حاجة فيها بسيطة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف معانا معانا نص كيلو كبدة متقطعة شرايح، وطبعا القشرة بتاعتها بتكون مشيولة. ومعانا التوابل بتاعتنا اللي هنتبل بيها الكبدة. معانا توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا وشوية سكر وبس كده. ومعانا كمان عصير ليمونة، ومعانا معلقة خل. دلوقتي اول حاجة هنبتدي نعمل هنتبل الكبدة بتاعتنا. هنبتدي دلوقتي نتبل الكبدة بتاعتنا. هنضيف توم باودر وبصل باودر وتوم باودر والملح بتاعنا وصوص الديمجلاس باودر وبابريكا فلفل اسود وكمون وشوية سكر. بقيت بقى البهارات دي او التتبيلة دي هنحطها مع نحطها مع الردة. تمام كده، خليها على جنب دلوقتي. وهنقلب الكبدة بتاعتنا مع التوابل كده، نقلبها تمام. وهنضيف لها عصير الليمونة، وهنضيف لها معلقة الخل. تمام كده، وهنسيبها في التتبيلة دي. دلوقتي الغلاف الخارجي بتاع الكبدة هيكون كوباية ردة وسط، اللي هي النخالة اللي بتتباع عند العطار، ونص كوباية دقيق، يعني يصلح لجميع الأغراض. ومعانا معلقة نشا صغيرة. لكن لو المقدار كيلو هناخد 2 مج ردة مع 1 مج دقيق ومعلقة نشا كبيرة. تمام كده. انا هبتدي دلوقتي
خلاص الكبده كده قعدت في التتبيله وقت حلو. هبتدي ايه، هبتدي احطها مع الرد ان شاء الله. ان شاء الله المكونات بتاعه الرد دي اللي ضفتها لها اللي هو الدقيق والنشا، ان شاء الله ان شاء الله مش هيخلوا الكبده تفك خالص. هنبتدي نعمل واحده واحده. لازم التقطيعه بتاعتها تبقى رقيقه علشان ايه تستوي معانا بسرعه اهي. بصوا وهنكمل بقيتها كده بنفس الطريقة بتاعتنا. نضمن ان الردة لازم الردة تبقى في ايه على كل ايه الكبدة. كمان نعمل دي بصوا. انا هكمل بقية الكبدة وارجع لكم. انا خلاص عملت الكبدة كلها بالردة. بصوا هبتدي بقى احمرها تمام كده. غزير كده بإذن الله هتاكلوا أحلى كبدة. يا ريتكم معايا بس إن شاء الله تعملوها وتبقى زفرة. وأنا بحب أحط إيه عود قرفة في إيه في زيت التحمير، بيدي طعم وريحة جميلة. ما شاء الله بعد ما إيه اتحمرت أنا هكمل التحمير بتاعها بقية الكمية يعني ونشوف هنعمل ايه. انا حطيت بقية الكمية في الطاسة وهتتحمر اهي معانا زي الفل اهي. الكبدة حطيت تحتيها الخضرة. مهمة جدا الخضرة في المشاوي وفي المقالي عشان بتمتص الدهون الزيادة تمام كده. وبتقدمي معاها سلطة طحينة، عيش بلدي، فلفل حامي، مخلل، اللي انت عايزاه. ان شاء الله ان شاء الله تجربوها وتطلع معاكو زي الفل كده. ما تقرصيش عليها بس في التحمير، اهم حاجة كده عشان ما تغمقش منك. وان شاء الله مش هتغمق عشان هي محطوط لها نشا. وإلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.